اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح المسقعة وحاجات الحلوة ديت وصباح التوفير. تعالوا أقول لكم نعمل إزاي المسقعة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي ب3 4 5 معالق زيت بكتير، مش أكتر من كده. مش التجار عمالين يعندوا فينا وبيستغلوا وعمالين يغلوا في الأسعار، هيجيلنا يمين هيجولنا شمال، برضو احنا هنعمل أكل لولادنا وهنوفر على قد ما نقدر. خلوا التجار ربنا يا رب ينتقم من كل تاجر بيستغل المواقف ويستغل الغلا ده. تعالوا يلا انا هقول لكم على وصفات حلوه كتير جدا 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 الايام الجايه هنحاول نوفر فيها على قد ما نقدر. تعالوا يلا اقول لكم المسقعه الحلوه الجميله دي اللي احسن من اللي تتقلي في الزيت ازاي عملناها ازاي. صلوا على الرسول. واول حاجه كده معاكم دول 3 بتنجانات رومي، انا قشرت منهم بسيط كده من القشر، وبعد كده رشيت عليهم 3 4 معالق من النشا. النشا مش متوفره عندك وعندك الدقيق، يا ست البنات حطي 3 4 معالق دقيق، بس النشا بتبقى اخف شويه. دي متوفره عندك حطي، دي متوفره عندك حطي، هتديكي نفس النتيجه ومش هتفرق معاكي خالص في النتيجه بتاعتك. معلقتين النشا او معلقتين الدقيق دول بيخلوا البتنجان بتاعك كده خفيف وما بيشربش معاكي اي زيت، وبتحسي كده ان الخير موجود في قلب البتنجان بتاعك. انا قطعته مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبي بقى تقلبتين 3 كده بالطبق زي ما انا بعمل بايدك بمعلقه، زي ما بتحبي تعملي اعملي اكلك وانتي اللي هتاكليه، محدش هيشاركك فيه. زي ما قلت لكم قطعنا البتنجان حطينا عليه 3 4 معالق نشا او 3 4 معالق دقيق، المتوفر عندك حطيه، النتيجه واحده، الفرق ان النشا بس اخف شويه من الدقيق وكده زي ما انتوا شايفين. تعالوا يلا هنشوف الخطوه اللي بعد كده. هنركن الدقيق اللي هنركن البتنجان كده على جنب، وهنجيب بصلايه عندك متوسطه او بصلايه كبيره زي ما تحبي. ادي الحله بتاعتنا حطيناها وحطينا الزيت ده بالظبط. بصوا بيتهيألي كده 4 معالق مش اكتر، 4 معالق من الزيت. اديني ميلت لكم الحله شويه اهوت علشان تشوفوا ان هي دي كميه الزيت اللي انا حطيتها في المسقعه بتاعتي النهارده. تخيلي بقى ان ال3 بتنجانات دول لو هتقلي بيهم بتهيألي اقل من نص كيلو زيت عشان تقلي بيه البتنجان. شوفي الطريقه هتعجبك قوي قوي وجربيها والله العظيم هتدعيلي. جبت بصلايه كده او بصلتين قطعيهم كده مكعبات، يعني امسكي البصلايه قطعيها 4 تربع وبعد كده قطعيها مكعبات بالشكل ده. الزيت بتاعك هيقدح انزلي بالبصل على الزيت وقلبي فيه لحد البصلايه ما تدبل معاكي. بعد البصلايه ما دبلت معاكي بالشكل ده كل اللي احنا هنعمله هننزل بالبتنجان بتاعنا على طول على البصل. ما تقلقيش خالص، الوصفه هتعجبك. ما تقوليش ايه الهبل ده، ايه العك اللي هي بتاعكوا ده، لا لا خالص. صدقيني الوصفه دي هتعجبك احسن من اللي انت بتقليها كمان في الزيت. حطي بقى باقي كل البتنجان بتاعك وحاولي كده قلبي واحده واحده بحيث ان البتنجان شويه الزيت اللي انا حطهم يغلفوا كل البتنجان بتاعي. بعد كده انا حسبت البتنجان وجبت قرن فلفل معايا كده وهقطعه برده مكعبات صغيره كده تقطيعات، يعني تقطيع عشوائي خالص. وانا برده بقطع حاولي ان انت على طول تقلبي البتنجان معاكي. خلي النار بتاعتك مش عاليه ولا هي متوسطه، اقل شويه من نار المتوسطه معاكي، وقلبي على طول طول ما انت واقفه ايدك على طول في الحله بتقلبي البتنجان. هنقطع الفلفل بتاعنا مكعبات، وعند البتنجان ما يغير معايا لون كده ويدبل معايا شويه هنزل برضو بالفلفل اللي انا قطعته قدامكم كده. جبت 5 6 فصوص من الثوم دقيتهم برضو. بصوا تحسوا ان كميه البتنجان قلت معايا واللون بتاعه غير. نزلت بالفلفل بتاعي وهقلب برضو لحد البتنجان والفلفل بتاعي لونه ما يغير اكتر. ومعلقه الثوم المهروسه دي تحطيها على طول. يا سلام على ريحه الثوم في الخطوه دي. ما بصوا نصيحه مني، ما تحطوش الثوم وتحمروه مع البصل، حطوا الثوم في الخطوه دي بجد بجد الريحه هتقلب لك المكان. دول طماطمتين انا قشرتهم وقطعتهم قطع صغيره، وممكن برضو تبشريهم بالمبشره. انا مش عايزه صوص طماطم كتير، يفضل ان انت تبشري الطماطم. وحطيت معلقتين 3 كده، دول معلقتين هرميين من معجون الطماطم او الصلصه. لو عندك صلصه حطها في الفريزر حطي منها. يعتبر كل الكميه اللي انا حطيتها من الصلصه 3 معالق من الصلصه ومعلقتين كمان من الطماطم وطماطمتين انا مقطعوهم
وشايله القشر بتاعهم. معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسود، دي ربع معلقه صغيره من السكر عشان بس الحموضه وتعادل حموضه الطماطم. تحس كده ان انت بتاكلي البتنجان تاكليه ان هو مسكر، اللي هو السكر بتاعه العادي، مش انك حاطه سكر عليه ولا حاجه. حطي ربع المعلقه دي، ما تقلقيش هتعجبك قوي قوي. اظبطي بقى الملح بتاعك زي ما بتحبي. قلبي بقى كده البتنجان بتاعك ووطي عليه وسيبيه، ومن وقت للتاني حاولي ان انت تقلبيها، بس وطي دول معلقتين من الخل اللي حابب يحطه. الخل بيخلي الطعم بتاعها حلو قوي قوي كده، ومزز زي الكاتشب بالظبط، زي اللي تاكليها بالظبط في المطاعم كده. بقت مظبوطه معايا، وطي خالص وسيبيها زي الشمعه، لان هي بتحتاج سوا شويه مش كتير، بس عشان البتنجانه بتاعتك تكون مستويه زي اللي بتقليها في الزيت. تعالوا بقى نكشف كده. يا سلام، بصوا شايفين الزيت اصلا؟ والله العظيم معلقتين النشا بقى او معلقتين الدقيق هو ده التكه اللي فيها، اني ما بتخليش البتنجان يشرب الزيت معاكي، تحس كده ان فيها الخير بتاعها. يا سلام لو تشموا الريحه بس كده معايا، والله العظيم جميله. مش عارفه هفضل احلف لكم لحد امتى من جمالها وحلاوتها. لازم تجربوها، ولازم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي وفرت معاكم ولا لا، طعمها كان حلو ومميز ولا لا. يكفي ان هي ما خدتش معاكي وقت زي اللي بتقعدي تقلي بقى وتسبكي والدنيا دي كلها. الوقت بس اللي قطعتي فيه البتنجان هو الوقت اللي انتي طبختي فيه المسقعه بتاعتك. تعالوا يلا بقى نفرغها او نقدمها ونشوفها هتبقى عامله ازاي معانا. صوتي بيروح شويه لاني عندي برد، استحملوني شويه. شايفينها؟ شايفين جمالها؟ تعالوا يلا بقى كده نقدمها كده في الطبق بتاعنا. حاولوا ان انتوا بس تشوفوها كده وتشوفوا قد ايه ال5 معالق زيت او ال4 معالق زيت باينين فيها، ما شربتش الزيت بتاعها، وهتاكليها تحسها صحيه وجميله وخفيفه، ما خدتش وقت معانا. وداعا وداعا لغلاء التجار في الوقت ده، تقولي وداعا لغلاء التجار. التجار ما يفرقوش معانا في حاجه، غلوا براحتكم، احتكروا السلعه براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. احنا برضو هنأكل ولادنا ومش هنخليهم محتاجين حاجه بأقل التكاليف. وانتوا معايا مش هخليكم تحسوا باي حاجه من التكاليف. هنوفر في اكلات جايه كتير، رمضان جاي علينا وداخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. هعمل لكم وصفات اقتصاديه كتيره، سواء كان من لحوم او فراخ، حتى لو غاليه برضو هنأكل ولادنا باقل التكاليف. كده خلاص انا يعتبر الفيديو بتاعي انا خلصته، ولو فدتكم ولو 1% دعوة حلوة من القلب. لو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وربنا يسعدكم زي ما بتساعدوني بضغطكم على زر اللايك. شكرا جدا ليكم، بحبكم ودمتم بخير، واستنوني فيديو جديد من مطبخي مطبخ سمر في الغربة. مع السلامة ودمتم بخير.